انا بتكلم علشان الشعور ان احنا بنطلع حاجات من جوانا، حتى لو ما كتبناهاش ولكن قلناها ما بيننا وبين نفسنا بصوت، فبنسمح لها انها تطفو على السطح، ترحل، تخرج، تمشي. ده درجة من درجات العلاج الشعوري، اللي هو يعني ثيرابي. الناس كلها واغلبنا دايما بيبص على اللي حواليه، على الخارج. قليل قوي مننا اللي بيقدر يبص على الداخل، على جوه. لو كل واحد فينا قدر يركز كويس قوي على الداخل بتاعه وما يجملش اخطائه والكلام والصفات. في حد مثلا بيقدر يمنع او يواجه شعوره بالغيرة من ناحية حد تاني، تقدر او تقدري تواجهي نفسك انك انت بتغير، غيران او شعور بالحسد او بالضيق من ناحية حد تاني انت عينيك شايفاه ان هو افضل منك في نقطة تانية، او في شكل معين، او في امكانية معينة، او في راحة معينة. دي حاجات صعبة، مش سهلة، مش سهلة. وتاخد قرار انك انت تناحي الشعور ده وتتصالح وتبقى عارف ان كل واحد في مكانة معينة. كون انك انت تنظر لنفسك من الداخل، دي حاجة كبيرة قوي، فهتحجم حاجات كتير وتسيطر عليها، تبقى انت اللي قادر تتحكم فيها. في حاجات بتبقى صعبة جدا، مش اي كوتش، مش اي اخصائي بيبقى عنده المقدرة ان هو يصلح ويعالج مشاعره والمشاعر السلبية اللي عنده، انه يواجهها، يعترف بده لنفسه كأنه قدام المراية الاول. لو قدر على الحتة دي هيقدر يتعامل مع اي حاجة بعد كده. وخلي بالكم، احنا طبيعي في صعود وفي هبوط على طول، مفيش حد فينا ماشي على خط مستقيم باستمرار. خط مستقيم معناها خلاص هو فاهم يعني. مفيش، احنا بني ادم كلنا، وكل واحد يقول لي الشعور بتاعه ويقول لي حاسس بايه دلوقتي. اوقات كتير بنحتاج مننا، كل واحد فينا محتاج ان هو يبقى عنده وعي، وعي بنفسه، وعي بمشاعره، وعي بان هو بيراوغ وبيلف ويدور. يعني غير الاسئله الشخصيه في نطاق الجلسات البرايفت، مع التقبل لاوجاع واخطاء وامور كتيره جدا جدا جدا.